في كل دوريات العالم دايما بنشوف الفرق عندها ملاعب خاصة بيها. على سبيل المثال أوروبا فيها حوالي 127 ملعب، منهم 20 ملعب مملوكين لفرق الدوري الإنجليزي، ومش الدوري الإنجليزي بس، ده كمان دوريات تانية كتير زي الدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي. كل الدوريات دي أغلب فرقها بتملك ملاعب خاصة بيها، أو على الأقل بيكون في ملعب في نفس مدينة الفريق. لكن لما نيجي نتكلم عن الدوري المصري بنلاقي إن الفرق ما عندهاش ملاعب خاصة، ده حتى الفرق الكبيرة اللي عندها جمهور ضخم زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ما عندهمش ملاعب خاصه. يا ترى ايه السبب؟ اهلا بيكم في كايرو بيزنس جورنال. في الفيديو ده هنعرف ليه الانديه المصريه ما عندهاش ملاعب. على حسب اللي قالته مؤسسه ديلويت الامريكيه، فارباح نادي ريال مدريد الاسباني بلغت في عام 2023 770 مليون دولار. 12% من الارباح دي حققها النادي عن طريق ملعب سانتياغو برنابيو اللي بيملكه ريال مدريد. كمان نادي توتنهام بيعتمد على ملعبه توتنهام هوتسبير في تحقيق ربع أرباحه تقريبا، يعني بيحقق حوالي 135 مليون دولار من إجمالي أرباح 565 مليون دولار في السنة. كل الأندية بتعتمد على الملاعب الخاصة في تحقيق جزء من أرباحها السنوية، ولكن في الدوري المصري الموضوع بيختلف تماما. أغلب الأندية المصرية بتعتمد على الملاعب المملوكة للدولة علشان تلعب فيها. عندك مثلا نادي بحجم وجمهور نادي الاتحاد بيدفع حوالي 60,000 جنيه علشان يلعب مباراة واحدة في ملعب اسكندرية، وبيدفع حوالي 80,000 جنيه علشان يلعب مباراة في استاد برج العرب. أما بقى بخصوص استاد القاهرة فتم تسعير قيمته ب150,000 جنيه إيجار في المباراة الواحدة، سواء كانت المباراة بحضور جماهير أو من غير جماهير. يعني بعملية حسابية بسيطة كده، نادي زي النادي الأهلي بيدفع حوالي 2.5 مليون جنيه في الموسم لاستاد القاهرة في 17 مباراة، ده غير طبعا مباريات أفريقيا. يعني الملاعب المصرية بتزود نفقات الأندية مش من أرباحها. علشان كده النادي الأهلي فكر أكتر من مرة إنه يبني نادي خاص بيه، وبعد حساب التكلفة اتضح إن بناء النادي هيكلف 5 مليار جنيه على مدار 5 سنين، وده طبعا شيء صعب جدا على النادي. في 2019 قرر النادي الأهلي إنه يحل مشكلة نفقات استئجار الملاعب عن طريق استئجار ملعب السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي بعقد لمدة 25 سنة. طب نيجي بقى للسؤال المهم هنا، ليه الفرق المصرية بتعمل كده؟ وليه ما عندهمش ملاعب خاصة بيهم؟ إنشاء ملعب خاص للفريق خطوة مش سهلة أبدا، وبتخضع لضوابط خاصة ومحتاجة إمكانيات مالية كبيرة جدا، ودي حاجة مش متوفرة في الأندية المصرية. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قال في مقابلة ليه مع منصة عربي بوست إن محدش مستفيد من عدم وجود ملاعب خاصة في مصر غير الحكومة، وده بسبب سيطرتها على أرباح الملاعب، سواء كانت الأرباح دي من عوائد الإيجار أو بيع التذاكر أو البث التلفزيوني. كل ده بيحقق لهم ملايين الدولارات سنويا. لكن الحكومة ما بتمنعش الأندية من إنها تبني ملاعب خاصة بيها، لكن الأندية نفسها هي اللي مش قادرة تبني الملعب. علي درويش مدير استاد القاهرة الدولي السابق قال في لقاء ليه مع أحد المنصات الإخبارية إن تأسيس ملعب خاص صعوبته بتكمن في شراء قطعة أرض في مكان مناسب وما تكونش خاضعة لملكية الدولة، وفي الأغلب قطعة الأرض دي هتكون غالية جدا بسبب مساحتها الضخمة. وحتى لو النادي قدر يوفر مساحة الأرض لازم كمان يتعاقد مع شركة كويسة علشان تبني الملعب، وطبعا البناء لوحده هيكلف النادي مليارات. وكمان بعد ما يتم بناء الملعب هيكون لسه الملعب محتاج تكاليف تانية. الملعب بيحتاج أعمال تطوير ما بين وقت للتاني، وتكلفة الأعمال دي أحيانا بتتخطى ملايين الجنيهات. على سبيل المثال استاد القاهرة الدولي اتصرف على تطويره 50 مليون جنيه قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية في 2019. رغم إننا لسه قايلين إن مفيش أندية مصرية بتمتلك ملاعب خاصة، لكن في الحقيقة في بعض الأندية اللي عندها ملاعب خاصة، ولكن الملاعب دي تابعة لمؤسسات ربحية، منهم مثلا نادي المقاولين العرب المملوك لشركة المقاولين العرب، ودي واحدة من أكبر شركات البناء والتشييد في مصر، والشركة دي هي اللي دفعت تكاليف بناء ملعب للنادي. كمان نادي إنبي بيمتلك ملعب بتروسبورت اللي تم إنشاؤه في 2006 عن طريق الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية. كمان نادي غزل المحلة بيمتلك ملعب باسمه واللي تم إنشاؤه بواسطة شركة مصر للغزل والنسيج. الملاعب الخاصة بتوفر العديد من المنافع الاقتصادية بالإضافة للأرباح اللي بتحققها من خلال مبيعات التذاكر. كمان الملعب بيحقق أرباح كويسة عن طريق تأجير اسم الملعب لشركات كبيرة في مقابل الحصول على مبالغ سنوية ثابتة. على سبيل المثال نادي برشلونة الأسباني
غير اسم ملعبه من كامب نو الى سبوتيفاي كامب نو عام 2022. كمان الملاعب بتحقق ارباح ضخمه من اللوحات الاعلانيه اللي بتكون محاوطه الملعب من كل الجهات. عندك كمان انديه كبيره زي نادي ريال مدريد وبرشلونه بيأجروا الملاعب بتاعتهم لإقامة حفلات الزفاف والمهرجانات الغنائية. وكمان في بعض الفرق زي ليفربول وميلان بيعملوا متاحف بتحتوي على الكؤوس والألقاب والجوائز اللي فاز بيها النادي عبر تاريخه، وبيتم تحصيل رسوم من الجمهور اللي بيحضر المتحف ده. كل دي طرق مختلفة بيقدر النادي من خلالها انه يحقق ارباح ضخمه تساعده على سد جزء من احتياجات فريقه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش اللايك والشير وتعمل سبسكرايب للقناه وتقول لنا رايك في التعليقات. سلام عليكم.